أسرار وخفايا لتنظيم داعش كشف عنها النقاب في الكويت. هذا ما نقلته مفصلا صحيفة الجريدة الكويتية في اعترافات أحد أبرز قادة التنظيم المسمى أبو تراب، والذي أعلنت إلقاء القبض عليه وزارة الداخلية الكويتية الاثنين الماضي. علي محمد عمر، المتهم الكويتي المعترف بالانضمام لداعش من مواليد 1988، تولى حسب اعترافاته خلال تواجده في الرقة السورية مسؤولية تشغيل حقول النفط والغاز وتصديرها من العراق وسوريا لصالح التنظيم. أما بعض ما كشف عنه أبو تراب من مفاجآت فهو علاقة داعش بإيران ونظام الأسد. وحسب اعترافات أبو تراب فإن داعش على علاقة جيدة مع نظام الأسد وإيران، وأكد حضوره شخصيا في اجتماعات تنسيقية مع جهات تمثل نظام الأسد والاستخبارات الإيرانية. وقدم أبو تراب كشفا بأسماء القادة الميدانيين للتنظيم وجنسياتهم وآلية عملهم واتصالاتهم مع بعض الجهات الاستخباراتية، وأشار إلى وجود نحو 100 مقاتل كويتي وبدون يقاتلون مع التنظيم، وقال إن قادة داعش في سوريا عراقيون وأغلب عناصره من تونس والمغرب والجزائر. وشرح كيفية تهريب داعش للنفط وبيعه في السوق السوداء. وحسب صحيفة الجريدة التي وصفت أبو تراب بالصيد الثمين، فإن التحقيقات مستمرة وتم كشف كثير من الأسرار الداخلية الأخرى الخاصة بالتنظيم، وهي أسرار معظمها لم يكن معروفا حتى للتحالف الدولي. قاسم حميد، العربية.